تجددت. لا احنا معانا فيديو تاني برضو في الخطاب ونرجع تاني للأستاذ ممدوح. الشعب كثيرا، لقد صبر الشعب المصري كثيرا من قبل، وعانى من المرض ومن الجوع ومن الظلم ومن القهر ومن التهميش وتزوير الإرادة وتزوير الانتخابات. كنا ننظر حولنا في العالم ونقول متى تصبح مصر شعب مصر هو مصدر السلطة. اليوم أنتم مصدر السلطة كما يرى العالم كله في هذه الملحمة، في هذه المنظومة العظيمة التي نمر بها بمصرنا إلى الخير، إلى الغد الأعظم، إلى الغد الأفضل إن شاء الله. أستاذ ممدوح إسماعيل، يعني أنت معنا في هذا التحليل، كيف ترى هذه الجزئية؟ والله الدكتور مرسي في الخطاب، أنا يعني زي ما قلت في الأول إن هو كان خطاب فيه ذكاء في استخدام كل التنوعات في الألفاظ الموجهة الهادفة اللي بتحتوي كل الشعب المصري بكل أطيافه. يعني كان في ذكاء في الاحتواء حتى ما وصل إلى أقل المهن اللي يستخدمها البعض زي التوك توك أو غيره، واخد بالك. هي دي نوع من أنواع الخطاب التجميعي الاحتوائي الذكي اللي بيحاول يجمع الشعب حوله. حتى ان هو دخل في الفاظ لمخاطبه القوات المسلحه والشرطه وغيره وغيره، كل قطاعات المجتمع دخل بيتعامل معاه بلغه ان انا قريب منكم ولست بعيد منكم ولست خصم لكم وكذا وكذا. بيفتح صفحه جديده، بيفتح طريق جديد للتعامل، بيشيل عراقيل ذهنيه. يعني انا اعتقد ان وراء الخطاب في فريق اعداد ايضا كان يعني لا يخفى ان هو دارس علم نفس، انه كان عمل حاجه اسمها ازاحه العراقيل الذهنيه الموجوده عند المختلفين جميعا، واخد بال حضرتك. دخل على القضاء ومشاكله الاخوان والقضاء، واخد بال حضرتك. يعني بيبقى في صور ذهنيه موجوده عند الناس، القوات المسلحه ومشكليه المجلس على القوات المسلحه والصراع السياسي اللي موجود دلوقتي. فانفتح مع الكل، مع الاتفاقيات الدوليه او الاتفاقيات الدوليه، فتح بلغه ناعمه، واخد بال حضرتك. هو اراد ان يزيح كل العوائق الذهنيه الموجوده عند كل الاطراف، ويبتدي يفتح طريق كي يجلس هادئا ويستقر. اعتقد ان هذا الخطاب كان عباره عن كاسحه بتزيل عوائق من الطريق، وضعت صخور من الطريق في الخلافات السياسيه وغير ذلك من الاشكاليات المتنوعه كشخص ورمزيه وله خلفيه مع جماعه لها نضالها السياسي عبر سنين طويله جدا. شال بالكاسحه دي حاجات كتيره جدا. المعترضين كانوا بيعترضوا على ازاله العوائق، هم انزعجوا منه لان هو استطاع ان هو يزيل العوائق الذهنيه الموجوده عند المسيحيين وعند ده وعند ده. فده كان انزعاج الفلول والضالين في الاعلام المصري او المضللين في الاعلام المصري، كان انزعجوا جدا للغه الذكاء في النفس في علم النفس اللي عملها، ان هو يزيح العوائق الذهنيه الموجوده دي عشان يجلس هادئا وبلا تصنع. انا بركز يعني دايما لان ده الواقع، انه بلا تصنع، انه فعلا رجل من الشارع المصري. ده نوع من الخطاب المحسوب، وانا بعتبر ده خطاب تاريخي جدا في التكتيك اللي اتعمل في ازاحه العوائق. ثم جلوسه على الكرسي هو بدا ايضا ان هو يلتقي مع كل من التحدي، مسألة من الذكاء أيضا أن يلتقي مع كل من تحدث عنهم في الخطاب كي يؤكد المصداقية بالعمل. يعني تقابل مجلس القوات المسلحة، تقابل مع الشرطة، تقابل مع القضاء، تقابل مع أهالي الشهداء. فكل المفردات اللي مفردات الخطاب طبقها عملي في خلال 24 ساعة أو 36 ساعة تم التطبيق العملي لكثير جدا من مفردات الخطاب. فده يعني البيان الأول كان برنامج عمل هيطبق من تاني يوم. فده بيدي قوة في ارتكازه على كرسي الرئاسة. يعني ده أيضا دي قوة في ارتكازه على كرسي الرئاسة، لأنه يعلم يقينا أن الكرسي ليس مرتكزا بما سبقه من إعلان دستوري مكبل لسلطاته. فاللي دخل بيه الدكتور مرسي هو دخول ناعم هادئ ذكي حاد في إزالة العوائق بطريقة سلسة ناعمة، وصل به الارتكاز على الجلوس على الكرسي
هو يريد أن يركز وجوده في الاعتماد على قوى المجتمع المختلفة، لأنه يعلم أن الأمر لن يكون بمجرد إعلان اسمه رئيس، لكن هناك إشكاليات باقية على مدى نظام تعقد وجوده من 200 سنة. هي الدولة العميقة كما أطلق كثير من الاصطلاحات. الدولة العميقة دي إشكالياتها متعددة، إشكاليات فيها والله احنا اكتشفنا المصطلح ده في الآونة الأخيرة. الدولة لا، هو حقيقة موجود، لا، حقيقة موجودة، هو موجود، لكن بس في بعض التوضيحات فيها لو جه الكلام يعني هو أراد أن هو يرتكز بهدوء على الكرسي، ثم بعد ذلك يعالج المشاكل الموجودة في الدولة العميقة خطوة خطوة وبهدوء. تمام. لأنه المرحلة اللي سبقت جلوسه على الكرسي كانت عبارة عن أعاصير ورعد وبرق واهتزاز للجالس على الكرسي أو اهتزاز لقواعد الكرسي، حال البرلمان، الضبطية القضائية، الإعلان الدستوري المكبل، كل ده كان نذير وأعاصير ورعد وبرق جعل قواعد الكرسي تهتز تماما. فهو أراد أن يدخل بهدوء وبسلاسة تهتز قبل أن يصل إليه. قبل أن يصل. فأراد أن يبرر لما هو قادم أنه سوف يتعامل بهدوء بدون صدام، بهدوء بدون صدام. أعتقد أنه أراد توصيل رسالة من فحوى الخطاب كله أنه لا يريد صدام، ودي مسألة مهمة جدا، اللي هي القراءة لما خلف الخطاب أو لما بين سطور الخطاب أو فحوى الخطاب ككل. هو أراد يوصل رسالة أنه لا يريد صدام مع كل القوى أو المؤسسات التي كانت تعمل لصالح النظام السابق. نعم. ودي مسألة مهمة جدا. هو أراد توصيل رسالة أنه لا يريد صدام، يريد تعاون، يريد بناء دولة جديدة لمصر بما أطلقه من مفاهيم، وده اللي أنا بعتبره ذكاء. هو أطلق عدة مفاهيم ارتكز عليها. ما هو أسلوب الخطاب يعني أنك تترجم الشخصية وتترجم سياستها وأهدافها. الاستدلال بآيات القرآن، الاستدلال باحتواء المواطنين المسلمين والمسيحيين والمواطنة والحقوق والسواسية أمام القانون، الخطاب لكل شرائح المجتمع صغيرها وكبيرها. في الخطاب فيه تنوع مهم، فيه ذكاء مهم جدا. لكن نقطة مهمة، يعني أنت عنونت عنوان مهم جدا، إن هو كان الخطاب الدكتور مرسي أو بيانه الأول عبارة عن خليط أو خلطة ما بين الهوية الإسلامية و هو انا عايز بس مساله المواطنه المصريه او كده. لكن يعني انا بحمد بس هنروح بس لفاصل اعلاني، لكن هنرجع طبعا لمثل هذه المحاور مهم جدا. عايزين نتعرف على هل دور الدوله العميقه في مؤشرات انه سيستمر في الاونه الجايه، هيكون وجود احد العوائق اللي بتواجه الرئيس الجديد، علاقة الرئيس الجديد دكتور مرسي بالجماعة والمرشد والمخاوف اللي بالإعلام الآخر بيضخها، واللي ربما تكون موجودة عند بعض من لم يفهموا يعني طبيعة الرئيس الجديد اللي انتقل فعلا وانتهت علاقته بحزب الحرية والعدالة إلى غيرها من محاور. اسمحوا لي نروح فاصل سريع ثم نعود إلى قراءة في خطاب الرئيس الأستاذ الدكتور محمد مرسي مع ضيوفنا الكرام. فاصل نرجع لكم تاني. الحق يجمع